4 سنين ذكريات، صور، فيديوهات، كل حاجة راحوا في ثانية. حاجة بحب أعملها قبل التمرين دايما وأنا بشرب القهوة إن أنا أحاول، ده لو في أول اليوم يعني، إن أنا أحاول أعمل زي ريفليكشن عن اليوم بتاعي. هبدأه إزاي؟ إيه الحاجات التاسكس اللي أنا عايز أشتغل عليها، أو بمعنى أصح ايه الحاجات اللي انا يعني عايز اليوم ما يخلصش غير لما اكون مخلصها. خلاص خلصنا الحمد لله. دلوقتي اللي انا اعمله هو ان انا محتاج اتحرك على الجيم، عشان برضو حاجة تانية بحاول ان انا يعني مؤخرا انا اعملها، هي ان انا اصلي صلوات في المسجد في الفروض. فدي حاجة تانية. شوف اتحرك. بسم الله. شوية ستريتشز حلوين كده، حاجة فور فن كده يعني. مش فور فن بصراحة، انا بهزر. دي حاجة مهمة جدا. النهارده هنلعب بوش في الأغلب يعني، فهنسخن بوزن، نبدأ كده واحدة واحدة. ماشي، انا مريحتش قوي يعني، بس هو بصراحة أوزان دي خفيفة شوية، ف واحدة واحدة يعني. إلا طبعا لو أنت مش متعود عليها فساعتها مش هتبقى خفيفة. اللي بحسه عامة في الجيم دايما، لو انت حد بتبدأ او جديد في الموضوع شوية، يعني احسن حاجة ممكن تعملها ان انت تظبط التكنيك. لان لو التكنيك بتاعك مش كويس او بتلعب حاجة غلط، بسهولة جدا ممكن تتصاب. وفي اماكن معروفة بتتصاب بسهولة جدا زي الكتف زي الظهر، ربنا يعافينا. فدايما حاول انك تجوجل كويس او تبص على التمرين كويس بيتعمل ازاي. لو حواليك كابتن او كوتش اسأله طبعا، لان بحس في حاجات كتيرة واحد ممكن ميبقاش واخد باله منها، وبالذات وانت في نص التمرينة لو مش ظابط التكنيك وبتحاول تركز عليه الدنيا بتضيع. ماشي اوكي. انت في الفلايز كده كده مش محتاج وزن تقيل قوي يعني، انت بس الفكرة كلها ان انت بتحاول تكنترول على قد ما تقدر وتعمل اكستنشن حلو. فالفكرة لو الوزن تقيل ممكن اصلا تصاب يعني. الجو برضو حر الصراحة، فانا حاسس ان انا عايز اخد شاور. الطاقية دي انا مش متعود ان انا ابقى لابس طاقية وانا بتمرن. انا لابسها عشان الميكروفون. يلا one more set one more set. هنعمل شولدر ترايسبس، تمرين ترايسبس وشولدر بحلو قوي. الحمد لله خلصت التمرين، رجعت خلصت شويه حاجات محتاج اخلصها، صلينا الحمد لله في المسجد، ظبطنا كل حاجه، وكمان اكلت عشان الاكل مهم جدا بعد التمرين. طبعا انتوا اكيد عندكم فكره من العنوان بتاع الفيديو. اللي حصل ايه؟ ان انا كنت مسافر، انا معايا ايفون 13. ففي عيب في ايفون 13 ان هو ساعات بيسخن، او البطاريه بتاعته بتبدا تسخن وتبدا ان هي تتخن شويه كده اهو. بعد كده بتبدا ان هي تفتح الموبايل اوتوماتيكلي، الموبايل بقى ايه غصب عنه كده بيتفتح. لو فضل الموضوع ده ممكن حتى يكسر الشاشه. فجاه لقيت الموبايل عمال بيعمل كده، حاولت اصلحه هناك ما كانش فيه وقت خالص، كان السفر كان مستعجل جدا. اليوم اللي رجعت فيه من المطار تاني يوم بالظبط، الموبايل مبقاش بينطق خالص، مش عايز يفتح اصلا. كان ممكن اصلحه عند اي حد، بس قلت لا، ودي توكيل عشان يعني يحطوا قطع غيار اوريجينال وابقى انا متاكد ان هي 100% اوريجينال يعني. الفكره بقى في ايه؟ ان وانا بعد ما رحت لهم قالوا لي هو الجهاز مش بيفتح معاك، قلت لهم مش بيفتح. فقالوا لي طب هنعمل محاولات، وقعدوا يجربوا كذا حاجات كتيره جدا. المهم في الاخر الموبايل مش عايز يفتح خالص. فقالوا لي خلاص احنا كده هنغير لك البطاريه وان شاء الله يشتغل. لو غيرنا البطاريه وما اشتغلش احنا هنديك ريبليسمنت يونت. هيدوني موبايل ريبليسمنت يونت، هو مش جديد ولكن بيبقى ريبليسمنت يونت يعني جايه من الشركه او من ابل، بتجيلهم يعني ايا كان. قبل ما امشي لقيت واحد بينده لي بيقول لي معلش انت هتمضي على الكلام ده، قلت لهم ماشي. ببص لقيتهم بيقولوا لي انت في احتمال ان كل حاجه على الموبايل تتمسح. فقلت لهم ازاي يا جماعه؟ طيب يعني اكيد ليها حل يعني، انتوا توكيل بقى وبتاع ومش عارف ايه.
قالوا لي لا، في احتمال ان هي تمسح وانت لازم تمضي على الكلام ده لو انت عايز تكمل معانا. قلت لهم طب يعني، قعدت بقى احاول معاهم بتاع مثلا ربع ساعه كده، طب ازاي، طب فين، طب يعني ايه اللي ممكن يتعمل، طب اي حاجه نعملها. قالوا لي لا خلاص، هو الموضوع كده، مفيش حل تاني الا لو كده بقى انت ممكن توديه تصلحه في مكان تاني. وطبعا هم اغروني بحته ان هو عشان ده نون ايشو فاحنا ممكن نعملها لك من عندنا والكلام ده كله. المهم يعني انا مضيت عليها وقالوا لي ممكن ان احنا نعمل محاولات تانية وممكن نرجع لك كل الداتا. جابوا بطاريه بعدها بحوالي شهر، كانت في الجمارك وكلام زي كده. البطاريه جت واتغيرت، وفي الاخر الموبايل ما قامش، ما اشتغلش. فقالوا لي خلاص هنديك ريبليسمنت يونت. طبعا انا كنت مبسوط، بس في نفس الوقت في مشكله تانية اكبر بكتير. طب يا جماعه، هل في فرصه ان انا يعني مستني بقى يردوا عليا، هل في فرصه ان انا انقل الكلام ده او اي حاجه، حد مثلا يشغل الموبايل باي طريقه ويرجع لي حاجه؟ نو، مفيش. 4 5 سنين في الرينج ده يعني، داتا، صور، سفريات، ذكريات مع ناس كتيره. حسيت كده ان كل ده بيروح. كانت بصراحه شعور مش حلو خالص يعني. بصراحه يعني هو شعور مش احسن حاجه خالص. كده كده اتضايقت، كده كده 100%. يعني انا ما كانش ينفع ما اتضايقش. قلت طيب انا قدامي حل من اتنين، يعني ده اللي انا حسيته بصراحه ساعتها. اول حل ان انا افضل متضايق، وده يعني مش هيرجع لي الحاجات، ولكن هفضل متضايق وحقي ان انا اتضايق وعادي، وهفضل متضايق حبه حلوين بقى لحد ما اعرفش حد ايه. هفضل متضايق. ده الاوبشن الاولاني. الاوبشن التاني ان انا طيب خلاص، يعني في حاجه حصلت خارجه عن ارادتي، هي كانت ميموريز جميله جدا وسفريات وحاجات وصور وحاجات وذكريات كده انت لقطتها، يعني هتجيبها تاني منين؟ يعني مش منطقي. ولكن في دماغي حاجه بتقول لي طيب يا عم خلاص، انت في ميموريز اتمسحت، في ذكريات جامده جدا وسفريات اتمسحت، انت بايدك ان شاء الله تعمل ذكريات احسن منها. فكانت دي ودي. حسيت ساعتها ان انا المفروض ابص لدي ان هي فرصة اشد حيلي عشان اعمل ميموريز اكتر او ذكريات اكتر، او ان انا استكشف حاجات اكتر. مش كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا سيئة او سلبية بيكون توابعها سلبية، مش شرط. انا شايف بصراحه ان احنا لو بصينا لكذا موقف في حياتنا هتلاقيه قريب من السيناريو ده شويه. في حاجات بتحصل بنتضايق جدا عليها، حاجه مثلا واحد ماشي في مشروع، واحد بيعمل البروجكت ضاع، واحد بيعمل كذا. الحاجات ديت فعلا بتضايق، وطبيعي ان احنا نتضايق. ولكن انا شايف ان المقصد ان احنا ما نقعدش فتره كبيره في الحته اللي هي ايه اللي انا متضايق. انا شايف ان دي فرصه ان انا كل الموبايل اتمسح 100%، خلاص ان شاء الله هعمل ميموريز احسن منها. انا شايف بصراحه ان ديت يعني حاجه كده ساعدتني شويه ان انا اخرج بره الموقف ده، وحاسس ان هي ممكن تساعد ناس كتير. كل يوم بنتعرض لاختيارات بالظبط شبه الموقف ده. حاجتين، انت عايز تبقى صح ولا عايز تبقى هابي، يعني الديبيت اللي هو انت نفسك تبقى سعيد ولا نفسك تبقى صح. انا صح فعلا، لو انا متضايق فمن حقي اتضايق لان ده الصح ان انا اتضايق. ولا انا عايز ابقى سعيد، فانا لو عايز ابقى سعيد انا هختار ان انا لعله خير. خلاص انا باذن الله هستعين الله عز وجل ان انا اعمل ذكريات احسن بكتير وابني حاجه اعلى بكتير من الحاجه اللي انا بنيتها قبل كده. هي الفكره يعني انا مش بقول برضو ان انا ما اتضايقتش، ومش بقول برضو ان انا مش بتضايق لحد دلوقتي لما بفتكر موقف بتضايق طبعا. الفكره بس ان انا بحاول اوصل للاختيار اللي فعلا كويس ليا، لان بسهوله جدا انا ممكن اقعد اتضايق وفي الاول وفي الاخر مش هيحصل حاجه. الواحد المفروض يبقى عارف ان كل الكون بيد ربنا عز وجل، فاي حاجه بتحصل لي سواء كانت كويسه او مش كويسه، لعل الحاجه اللي مش كويسه ديت ربنا سببها لي في حياتي عشان بعد كده اقدر ان انا اوصل لليفل او لحاجه انا اصلا ما كنتش احلم بيها. فلعل الذكريات مثلا او الصور او ال4 سنين اتمسحوا دول لعلها خير، ان انا ان شاء الله اقدر في المستقبل اعمل حاجات اكتر وذكريات اكتر واشاركها معاكم ان شاء الله. قولوا لي لو حد حصل معاه الموقف ده يعني غيري، اكتبوا لي تحت، احب جدا اقرا الكلام اللي انتوا بتكتبوه. سلام.